يحاول اللوبي المعادي للمغرب وخاصة البوليزاريو والجزائر إبطال الاتفاقية الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي من خلال دفع القضاء الأوروبي لاعتبارها غير قانونية. لكن الملاحظ أن كل المحاولات السابقة والحالية فشلت في استصدار حكم قضائي يبطل الاتفاقية، بعدما اعتبرت المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية أن جبهة البوليزاريو غير معترف بها كممثل للصحراويين من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولا تتوفر على الصفة ولا الشرعية لإبرام الاتفاقيات.